مباشرة الآن إلى كثبان الصحراء بدوز، حيث اختتمت اليوم فعاليات الدورة 46 من المهرجان الدولي للصحراء بعروض ثقافية متنوعة. هذه أجواء ساحة حنيش بدوز في يوم اختتام مهرجانها الدولي. لوحات راقصة وعروض موسيقية لفرق فلكلورية حضرت من ليبيا والجزائر ومن مناطق مختلفة من الجمهورية كمدنين ومطماطة ودوز. برنامج اليوم الاختتامي تضمن أيضا السباق النهائي للمهاري وعرضا فرجويا لأكثر من 100 فارس. حاجه حلوه برشا، وفرصه للتوانسه انه باش يجوا يزوروا بلادهم ويزوروا الجنوب، وفي نفس الوقت زاد يتحدوا معناها كل المخاوف وكل الفزاعات نتاع الارهاب اللي عملوها لنا في بلادنا. وانا جيت من المهديه باش فهمني ولا نعبر انا وصغاري على حب لبلادنا وعلى حبنا زاد الوطن نتاعنا وعلى العمق الحضاري هذا. كل شيء منظم والامن زاد موجود في كل بلاصه، الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله الأمور الكل تمشي هانية. وكانت ساحة السوق السياحية قد احتضنت صباحا مسابقات أجمل سلوقي وعرض لأجمل الخيول. في حياة الجنوب التونسي وخاصة سكان المرازي الجواد أن يعطيه أكثر عناية أكثر من نفسه، يضطر حالات أن يعطيه عشاء ويبات هو بلا شيء. اللي هو مواصفات في الكولير تكون البشرة نتاعها تكون مطابقة للسلوك الأصيل. خطة مدينة دوز كان أيضا فضاء لسباقات في العدو، وهي فقرة من ضمن الفقرات الأخرى التي أضيفت لهذه الدورة للمهرجان. كثير من الفقرات أدخلناها هذه السنة ضمن فقرات الدورة 46 مثل الماراثون الدولي المهاري، الماراثون الدولي لسباق الخيول القدرة والتحمل، الماراثون الدولي للعدو الريفي، الماراثون الدولي لسباق الدراجات صنف أكابر وأواسط وأصاغر، وكذلك مسابقات الشطرنج والألعاب التراثية والألعاب الشعبية. عكاظية شعرية الليل صحبة توج الفائزون في مسابقاتها بدار الثقافة. إذا ما أسقط هذا الموضوع على نفسه أخرج ما عنده من أحاسيس حتى يحس كل مستمع في هذه القاعة بأن الذي قاله الشاعر هو يحكي عن مأساته الخاصة، وهذا هو دور الشعر في تحريك سواكن الناس ومشاعرهم. والجائزة عندي هو أن النص يبقى حي عند الناس، وأن الشاعر عاش لحظات الصدق في كتابة قصيدة، هذه أهم جائزة. أسدل الستار إذن عن الدورة 46 للمهرجان الدولي بدوز، دورة يجدها العديد ناجحة خاصة بفضل اليقظة الأمنية والعسكرية.